اخوان. ابو عائشه اول مره صلي على النبي، صلي على النبي. تفضل ابو عائشه تفضل. اجمع العلماء على ان الصحابه عدول رضوان الله عليهم. وبالنسبه نقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن سلمنا بصحة هذا الخبر، إن سلمنا بصحته فهو نادر جدا لا أثر له، والحكم إنما هو للغالب المستفيض الشائع. يعني هذا وأهل السنة والجماعة لا يعتقدون بعصمة الصحابة من الذنوب، حتى ولكن لهم حسنات تطيش بسيئاته. ما شاء الله، حسنات تطيش بسيئاته. مثل صلاة وقال ابن تيمية في العقيدة الواسطية سلام الله على ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم اسمع كلام العلماء يا سيد ميثم، اسمع الضربة التيمية القوية. يا الضربة القوية أنت جاي تسمعني أبو عائشة، تسمعني قاعد؟ اسمع ما يخالف أنا أسمع بس أليس الصحابة معصومون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عدول، نعم عدول ما يكذبون، وهذا كذب على رسول الله، إذن انخرمت النظرية وسقطت نظرية. والوليد كذب على رسول الله، إذن انتهى كل شيء، النظرية تحطمت الآن لأن الوليد ثبت أنه كذب على رسول الله. لحظة دعني أكمل. أبو عائشة يا أبو عائشة كمل كلامك، ما توجهش كلامك لحد الله يرضى عليك عشان ما تدخلوش، الله يرضى عنك. والله شاطر محمد سلام، ذكي محمد سلام، صدق ثعلب مصر. أرد عليك يا أستاذ. إن شاء الله الشيخ محمود بس يكمل سماحة الشيخ أبو عائشة الموعود تبعه. ونفس الخط وخلاص. يقول أنا سأتكلم عن بركة الزمان. شيخ الإسلام ابن تيمية سلام الله عليه عندما يذكر هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. رضي الله عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه. زين أبو عائشة بس أنا عندي إشكال بسيط. أبو عائشة الآن هو عندما تقيأ الخمرة على القبلة، الله يبارك فيك مولانا عباس عبيد وأمجد بيك وكل الأخوة والأخوات على التبرعات بهذه المناسبة الطيبة. أخونا أبو عائشة لما هو تقيأ الخمرة على هذا الآن هو كان مؤمن في حال التقيؤ ولا خرج من الإيمان؟ لا بقي إيمانه موجود، هذه معصية وين تتقيأ على القبلة يتوب منها وانت، والدليل انهم اقاموا عليه الحد انتهى الموضوع. زين الان لا علمته الا بحب الله ورسوله. الان لحظه، لو انا افرق بين الوليد ابن عقبه مثلا وبين عمر بن الخطاب، اقول ان عمر افضل من الوليد. ليش؟ لانه عمر مثلا الوليد يتقيأ، عمر مثلا ما يتقيأ. هل هنا من حق المفاضله بينهما؟ أنه هذا مؤمن لا يتقيأ. الله عنه لم يشرب الخمر بعد أن حرمت، ما شربها أبدا، بل إنه عمر رضي الله عنه كان يريد أن يزيد في الحد، فكان النبي يضرب 40. طيب ليش قال له احنا شربنا؟ ليش قال له احنا شربنا من القنينة تبعك، من البطل تبعك، يعني من الإداوة، يعني من اللي لا هذا غير صحيح. هذا قال جاء عطشان قال إن سكر، قال إنما شربت من سطيحتك، قال وإنما أجلدك لسكرك. زين ايش بيها هاي قنينة عمر شرب منها الأداوة؟ السطيحة ماذا بها؟ ياخذ الدور
هذه الصفيحة شنو كان موجود بها بحيث هذا الرجل لما شرب سكر؟ شنو كان موجود بها صفيحة عمر؟ سيد ميثم خليه يكمل ابو عاشه. انا من حقي انه كانسان ضربات تيميه سوف تاتي ضربه ورا ضربه. اي بس ضربات تيميه خلي لا احنا بالعكس احنا نريد انت والشيخ محمد سلامه تعطونا ضرب. لكن السؤال عمر عندما يعني هاي شغله الخمر ليش متجذره في الصحة؟ شوف عمر والله كان حريصا على تحريمه. اللهم انزل لنا في الخمر بيانا شافيا، كان حريص على تحريمها. فبالله شخص يكون حريص على تحريمها يشربه بعد ذلك، بل انه النبي كان يجلد 40 هو جلد 80. سنه عمريه رضي الله عنه حتى يبتدع. صحيح كمان يا ابو عائشه، انت المداخله مع ابو عائشه ما حدش يتداخل، احنا اخوات في بعض. تفضل. في حديث البخاري في صحيح البخاري حديث 3685 الامام علي رضوان الله عليه يتمنى ان يلقى الله بمثل عمل عمر. فمعنى ذلك قلتم ان عمر يشرب الخمر ويستحله، معنى ذلك ان علي بن ابي طالب في نار جهنم، او انه ايضا استحل الخمر وكان يشرب الخمر. اكمل ابو عائشه. زين بس لحظه اجاوب على احنا ما نخاف. اولا هو قال اخواني في صحيح البخاري نفس البخاري وفي مسلم نفس صحيح مسلم اللي قال انه النبي صلى الله عليه واله يسب بدون سبب. فهذا كتاب السنه وهم يقولون ما يريدون. هاي واحده. اثنين، انا الان اتمنى لا معلش حق واحد معلش، لا نقول هذا كتاب عندنا مسنود صحيح في اعلى درجات الصحه عندنا، لا يوجد كتاب عندك صحيح من الدفة إلى الدفة بشرط الذي جمعه به الإمام البخاري. طب هو مو دوري الإمام البخاري شرط جمعه للحديث هو أقوى شرط جمع الحديث، فلا تطعن في صحة الكتاب. أقول يا شيخ محمد سلامة شوية حرك السلك، عندك مشكلة بالواير أيضا في شوية ضوضاء بس مو مشكلة. دقيقة واحدة كمل. ممكن السماعات محمد تسمح لي بس ابو عاشه بس ارد 10 ثواني ارد هاي الامر. شوفوا اخواني، يقول اتمنى ان القى بصحيفه هذا الانسان. الان مثلا الحسين عليه السلام او انا او اي واحد يقول انا اتمنى ان القى الله بصحيفه ابي عائشه. ليش؟ لان ابو عائشه لا يسلم على الزهراء عليه السلام ولا يسلم على الإمام علي عليه السلام، فأسأل الله أن ألاقي رب العالمين بصحيفة هؤلاء. كثير من الناس يشتمونني في هذا البث، أسأل الله أن ألاقيهم بصحيفة، أو ألاقي الله بصحيفة هؤلاء. هذه ما فيها الصحيفة التي كتبت فيها أعمال هؤلاء وصحيفتي أنا سوف نتلاقى. فأسأل الله أن نلاقيكم بهذه الصحف. إخواني سوف نكون على نستمر